الصورة ده هو احمد سعيد. طبعا قبل اي حاجه ربنا يرحمه ويصبر اهله يا رب، وربنا يرجع له حقه اللي هو للاسف ممكن يعني احنا بنثق في عداله ربنا قبل اي حد، بس بعداله يعني ربنا ثم عداله القضاء بتاعنا ان شاء الله حقه لازم يرجع له. ايه بقى حكايه احمد؟ طبعا انا ممكن ما انزلش فيديوهات هنا خصوصا بتاع يعني المتصور فيها كل حاجه، ممكن انزله كامل طبعا بتفاصيله. هتلاقوا اللينك موجود تحت طبعا، هنزله لكم على الموقع ده عشان خاطر الناس تروح تتفرج عليه، لاني انا ما ينفعش انزله هنا خصوصا لان ممكن الفيديو يتحظر. تمام؟ فمبدئيا كده يلا بينا احكي لكم بالظبط ايه اللي حصل مع احمد وبالتفصيل، عشان في ناس كتير بتهبد وبتقول ان احمد كان موجود في المشكله نفسها. احمد المفروض ان هو شاب كان بيدرس في كليه تجاره، وغير كده كمان بيشتغل بدل الوظيفه 2 أو 3، يعني كان بيشتغل في سايبر وكان بيشتغل في صيدليه وكان عامل ديليفري. تمام؟ شاب من الحضره الناس كلها